في إطار منافسات دوري رمضان المبارك المنظم بملعب الجوهرة بمشاركة نجوم كرة القدم الهوارية، واجه فريق جمعية التقدم فريق جمعية البصمة، وانتهت المباراة بفوز فريق جمعية البصمة بثلاثية نظيفة، حيث سيتنافس على لقب الدوري أقوى 8 فرق من جميع أحياء مدينة أولاد تايمة: فريق جمعية الجوهرة، فريق جمعية قدماء شباب هوارة، فريق جمعية مولودية طيم، فريق جمعية الرشاد السوسي، فريق جمعية أجيال لكرة القدم والسباحة، فريق جمعية أجي نتعاون، وفريق جمعية التقدم وجمعية البصمة، للمنافسة على لقب دوري الجوهرة للقدماء المنظم من طرف جمعية الجوهرة بشراكة مع المجلس الجماعي بملعب درب الحمام بأولاد تايمة.